ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هبدأ معاكم يوم جديد وفيديو جديد من قناة حياتك هسأل مع ايمان. بصوا يا بنات، انا كنت كده في السوق ولسه جايه وجبت شويه حاجات بسيطه. في اوقات معينه ببقى زهقانه وصاحيه ملانه وزهقانه، لان انا طبعا ما بخرجش، فبروح كده حتى لو انا مش محتاجه حاجات كتير بشتري حاجتين تلاتة من السوق واجي. تمام. نزلت اشتريت فطار زي ما انتم شايفين كده، جبت فول وفلافل وجبت جرجير وجبت جزر لان ولادي بيحبوا الجزر جدا ياكلوه كده، وجبت خس. تمام. كده بدأت اقشر البطاطس للفطار. ولادي بيحبوا البطاطس المحمرة جدا. بصوا، جنب اي حاجة لازم ياكلوها. لو انتوا كمان ولادكم كده اكتبوا لي تحت في التعليقات. جنب الفطار لازم بطاطس محمره، يعني لما ما بعملش بطاطس محمره بحس ان هما ما اكلوش، يعني هما قاموا جعانين ما اكلوش اصلا ولا شبعوا. طبعا هي مش بتشبع والله ولا اي حاجه، ولا يعني مش حاجه مغذيه، دي حاجه مليانه زيت، بس هي برضو احسن من الحاجات اللي بره. وخصوصا اليومين دول. خضره الشتاء حلوه قوي يا بنات، والخس وخضار الشتاء عموما حلو جدا ومغذي، وعلى فكرة حلو جدا اليومين دول في الوباء اللي احنا فيه ده، بيرفع المناعة. فبحاول على قد ما اقدر اجيب حاجات من دي، وبناكلها حتى عشان زوجي وبيخرج وكده وبيشتغل، فحاجة ترفع عندنا كلنا المناعة احسن برضو من الادوية وكده. ربنا يرفع عنا وعنكم البلاء يا رب العالمين. يا ريت امهاتنا الكبيرة والناس الكبيرة اللي عندها دين وشافت في الدنيا كتير، يا ريت تدعي لنا كلنا، يعني ان الوباء ده يترفع بقى عننا، لان هو كده طول قوي. ربنا يسترها علينا يا رب. زي ما انتم شايفين كده، جبت بقى الجرجير بتاعي ايه، قعدت انقي فيه. آه يعني واحده صفرة واحده دبلانه، بطلع كل ده، ولو ان اصلا خضره الشتاء مبقاش فيها حاجه دبلانه صراحه، بتبقى كلها طازه وجميله. وزي ما انتم شايفين كده خلصت الفطار بتاعي. فطار بسيط خالص، مصري بسيط خالص. هقعد بقى افطر انا وولادي وبعدين ارجع نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الجرجير شكله حلو، كنت مبسوطه بيه قوي، هو والخس. وادي الفول والفلافل، وحطيت طبعا مخلل لفت مستغناش عنه. عندي كوم بقى غسيل، جبل غسيل. فقمت كده خلصت الفطار، وقمت حتى قبل ما افطر اشرب الشاي ولا اي حاجه، قلت عشان ما اكسلش، عشان بفطر صراحه واريح. وقمت جري كده على الغسيل، قلت انشره بالمره. وصراحه اول ما بتبداي شغلانه كده بتحسي ان الشغل كله جه بعديها، يعني جه ورا بعضه. لميت، كان عندي شويه غسيل مش كتير على الحبل، لميتهم الاول وبدات انشر بقى جبل الغسيل اللي عندي ده. بغسل، كنت غاسله امتى؟ بغسل بالليل، يعني بالليل بعد الساعه 12 كده بغسل، تبقى الميه حلوه والكهرباء مظبوطه. برغم ان انا عندي اكسبلايزر للغساله، بس برضو ايه، بحب اغسل بالليل، خلاص اتعودت من يوم ما اتجوزت ان انا بغسل بالليل، يبقى بغسل بالليل. آه مثلا اغسل بالليل واستنى ساعه كده واشغل الغساله تاني. بيبقى دورين وخلاص يعني، وساعات بيبقى دور واحد. طبعا انا مجريه اللقطه دي علشان ما تملوش مني. طبعا احنا في الشتاء، فالشمس مش قويه، فمش كل الهدوم بقلبها صراحه. الهدوم اللي انا ببقى خايفه عليها قوي لازم اقلبها طبعا. لكن في هدوم كده كده هي فاتحه، فمش هيجرى لها حاجه من الشمس، لان شمس الشتاء مش جامده. ما تنسونيش بقى في اللايك، والله اللايك مش بفلوس خالص. ولو انتي مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي عندي وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ويا ريت تشجعوني في الكومنتات بقى لو في اي تعليق او حاجه. طبعا كده عندكم طفل مرازي كده زي عندي كده، ولازم يتحشر في كل حاجه ويطلع ورايا. بصوا، بياخد المشابك من كيسه المشابك بيرميها على الكومودينو. انا عندي مشكله اصلا في المشابك دي، لازم تبقى ماليه البيت. كده خلاص نشرت الغسيل بتاعي، وكده انا ارتحت. هدخل بقى اشوف اللي ورايا. هقفل الشباك بتاعي وادخل اشوف اللي ورايا. بقفل الشباك بالنهار ده لان هو مش بيدخل شمس. احنا كنا في الوقت ده يعني الساعه 1 2، مش بيدخل شمس بعد الظهر، بيدخل الشمس بالصبح بس. فما بحب افتحه، بفتحه الصبح. وخصوصا ان انا عندي اطفال، فبخاف عليهم من السقعه، برضو الجو سقع اليومين دول. دي القوانص كنت شارياها وانا كنت تحت. بصراحه احترت جدا على الغدا النهارده، معديه كده من جنب بتاع الفراخ لقيته عنده قوانص.
احنا بنحب القوانص اكتر من الكبد كمان. فجبت كده قوانص بس، وكان عندي كبدتين كده في التلاجة كنت شايلاهم، فقلت اطلعهم بالمرة جنبهم. بس الاساسي عندي قوانص. طبعا القوانص بتتغسل كويس جدا، ومن بره الحتت اللي فيها دهون دي بيبقى لازق ساعات فيها بادي، و يعني البادي والدشيش اللي الفراخ دي بتاكله بيبقى لازق فيها، فبالراحه كده بتحاولي تطلعي، وبالسكينه بتحكي الحته اللي بره دي. طبعا هاخد واحده واحده كده اغسلها بالراحه لحد ما تنضف وتبقى زي الفل. وطبعا دي عشان قوانص لازم تغسليها بخل، يعني يا جماعه اللي هي القوانص الكرشه الممبار لازم يتغسلوا بخل، يعني اساسي فيهم الخل. ممكن الفراخ ما تغسليهاش بخل، لان الفراخ ايه، بحسها بتتهري شويه من الخل، وبعدين بحس ان لونها بيبيض اكتر يعني، فبحس ان الخل هراها. ممكن ما تغسليش الفراخ بخل، اغسليها بليمون وملح بس. لكن الخل الاساسي في القوانص والممبار والكرشه، يعني حاجه لازم خل، ويا ريت يكون خام كمان، يعني لو عندك خل خام يكون افضل كمان فيهم. طبعا هيشيل هيعقم بقى اي حاجه فيها وكده. يا ريت بس كلنا نحرص ان احنا ناكل اكل صحي اليومين دول يا جماعه، علشان الاكل الصحي بتاع البيت بيرفع المناعه جدا. فهنحاول على قد ما نقدر ولازم تعملي بروتين لولادك كل يوم، يعني ولادك لازم ياكلوا كل يوم في الغداء بروتين، وطبعا خضروات وفاكهه طول اليوم، يعني طول الوقت تحاولي تاكليهم خضروات وفاكهه. وحلو جدا طبق الفول على الفطار يا جماعه، مهم جدا للاطفال ولينا برضو والله. كده خلاص انا خلصت القوانص بتاعتي، حطيتها في ملح وليمون. عايزاكم بقى تقولوا لي الحوض بتاعي مطفي فعلا مش بيلمع ولا ايه؟ انا شايفاه صراحه عادي، يعني حوض زي اي حوض في اي بيت. بس طبعا انتوا عارفين يعني انتوا عارفين الانتقاد وكده، يعني انتوا عارفين ان لو المثل اللي بيقول ايه، مش عايزه اقوله يعني، ما علينا. بدات اغسل الحوض بتاعي علشان طبعا اغسله عشان اعقمه كده لو اي حاجه وقعت فيه، وهغسل ايدي كمان. اسفه على الزنه اللي حصلت من شويه. ده كده معايا فلفلتين كانوا في التلاجة، طلعتهم، وبصل. والحته اللي تحت دي بسيبها في البصل، لان انا لما باجي اقطع البصل بحس وبشيل الحته دي كانت بيتفرط مني خالص الاول، فامي قالت لي لا سيبيها كده. ما كنتش واخده بالي صراحه. قالت لي لما تسيبيها كده مش هيتفرفط منك وانتي يعني مش هيتفك من بعضه، البصل مش هيتفك من بعضه. فبسيبها كده، وهبدا بقى ايه، اقطع الخضار بتاعي بالمره كده، عقبال ما القوانص بتاعتي تتنقع شويه في التتبيله بتاعتها. بقيت يا جماعه من ساعه ما خلفت بقيت بعمل كل حاجه ورا بعضها علشان اخلص، لان ولادي بيبقوا اوقات كتير بيبقوا بيزنوا ورايا يعني وانا بشتغل كده. يعني والنبي لو عندك اي حاجه ممكن تسهل ولادي يعني شويه، عبال حتى ما تخلصي الشغلانه اللي في ايدك، ممكن تكتبي لي تحت في الكومنتات ينوبك ثواب. يا رب صوتي يبقى واضح وما يبقاش واطي، لاني بسجل لكم كده ولادي نايمين، فخايفه اعلي صوتي اكتر من كده يصحوا. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت القطاعه دي البلانشه، وقلت يعني هعمل زي الناس المدلعه والشيفات كده، وهقطع عليها البصل. بس طبعا ايه، اللي متعود على حاجه خلاص يعني صعب ان هو يبطلها. المهم، بصوا بقى انا جايبه لهم كده كرتون ماشي والضب على اللاب، وسايباهم يعني يسوا عني شويه، ما بيسوش برضو. سبت بقى طبعا القطاعه ما جاتش معايا سكه خالص، وقعدت عملت البصل على ايدي هو والفلفل. يخلي البساط احمدي. همسك بقى القوانص بتاعتي اقطعها. في ناس بتعملها من غير ما تقطعها، مش عارفه بتعملها من غير ما تقطعها ازاي. هي القوانص بتكش ماشي معروفه، بس من غير ما تقطعها كلها كده حاساها بتبقى كبيره يعني في اللقمه. فكده انا قطعت القوانص بتاعتي. وعلى فكره انا قطعت القطاعه دي وش بعمله للخضار، ووش للحوم. وعموما كده كده اصلا انا مش بقطع خضار على القطاعه، يعني لقيته موضوع فاشل ومشروع فاشل ان انا اقطع خضار على قطاعه. انا بقطعه على ايدي وبينجز بسرعه. دي كده دهنه
اللي انا قطعتها وحطيتها في الطاسه دي دهنه، حطيت شويه زيت في الطاسه، ودي دهنه بقري عادي جدا عندي في الفريزر ما بستغناش عنها، فقلت احطها تدي طعم احسن وتدي تيست اعلى للقوانص. ممكن تحطي على القوانص طماطم بس انا ما حبيتش طماطم متقطعه برضو يعني. وفي ناس ما بتعملهاش ببصل خالص وبتعملها زي الكبده العاديه بتاعتنا، وبتعملها بفلفل اخضر وتوم في الاخر بس انا بحب برضو احط عليها بصل، البصل بيخليها مسكره وطعمها احسن. وزوجي بيحبها كده اكتر برضو، وهي فعلا كده بتبقى احسن. البصل بيديها طعم حلو قوي، والبصل فيها بيبقى طعمه حلو. عشان كده انا حطيت كمان بصل كتير. حطيت كده القوانص معايا، وبحط دلوقتي ملح بفلفل كده عليها، وهديها تقليبه كده، وهتبدا بقى هي تنزل ميتها مع نفسها، وهي مش محتاجه ان انت تزوديها ميه على فكره، هي كده كده بتنزل ميتها مع نفسها وهتستوي بالميه بتاعتها. هي برضو ايه يعني، هي مش بتاخد سوا كتير يعني زي ما ناس كتير متخيله ان هي قوانص فهتاخد سوا كتير. هي هتاخد سوا اكتر من الكبده، بس مش السوا اللي في دماغي. سبتها تتشوح شويه، بعدين حطيت عليها بقى البصل والفلفل، لان انا بحب البصل دايب فيها، ما بحبوش يقرش يعني، انا عايزاه دايب كده فيها ويتجانسوا الاتنين مع بعض كده. طبعا كل ده هيهبط دلوقتي، الخضار ده هيهبط لان هو لسه زي ما هو، فاول ما هيبدا يدبل هيهبط خالص. غطيت عليها وسبتها بقى تعيش حياتها. انا نقلتها كده على العين التانية، وجبت حله وحطيت فيها زيت علشان هعمل في الحله دي مكرونه. اروح ابص على الكبد والقوانص بتاعتي كده، وانا فرمت لها توم وهحطه عليها زي ما انتم شايفين كده، واديها تقليب. احنا المصريين عموما بنحب نقلب يعني. دقتها لقيتها خلاص يعني تكه وهتستوي. او النبي، يعني امي دايما طول عمري طول عمرها تقول لي انت بتحبي تقلبي وخلاص في الاكل يعني، وهو على البوتاجاز. لو في حد زيك اكتبي في التعليقات. حطيت ملح وحطيت فصين توم كده، حسيت الملح زياده فشلت شويه ملح، وحطيت فصين توم كده. وعموما كده كده التوم اللي عندي ده صيني يعني مش بلدي، فحطيت كتير فمش هيعمل اي حاجه ومش هيدي اي تاثير قوي يعني. هو يعني يا دوبك حاجه كده بتشميها بالعافيه، لان هو التوم الصيني اللي انتوا عارفينه ده. لان مفيش دلوقتي، مش لاقيه دلوقتي للاسف، مش لاقيه توم بلدي خالص. وبطلت اخزن توم لانه بيفضي مني. آه كده خلاص انا طفيت على طلعت بس ريحه التوم كده وطفيت عليها. حطيت بقى المكرونه بتاعتي عشان تتحمر. بصوا يا جماعه، يعني هو يعني انا صادقه معاكم، فبجد اختراع المكرونه اللي انا بعمله ده اختراع فاشل فاشل فاشل. انا اول مره اعملها كده، ده فلفل اخضر ودي طماطم متقطعه. حسيت ان هي كده اسهل وتغيير عن مكرونه بصلصه، بس لا انا اكلتها ولا ولادي كلوها صراحه. الحله زي ما هي عندي والله، وهرميها في الزباله. بجد اختراع فاشل خالص المكرونه دي، ما عجبتنيش نهائي ولا عجبت ولادي. حتى ولادي غضبوا عليها، اللي بيحبوا اصلا المكرونه بياكلوا المكرونه بيضه، مرضوش ياكلوا المكرونه دي خالص. هحط عليها ملح فلفل كده وهسيبها تستوي بقى منها فيها. انا حطيت ميه سخنه، وحبيت تحطي مرقه دجاج حطي، بس انا ما حبيتش احط مرقه دجاج لان انا سمعت دكتوره على الفيسبوك دي كده صلصه. سمعت دكتوره على الفيسبوك قالت ابعدوا خالص عن الحاجات اللي هي فيها مواد مصنعه اليومين دول، عشان بتدمر جهاز المناعه. فما حبيتش احط مرقه دجاج، بس عموما هي مش هي السبب يعني. هي برضو اختراع مش كويس خالص. عمال بقى من المكرونه بتاعتي دي تستوي، قلت اغسل بقى حبه المواعين اللي في الحوض دول علشان حتى لما اقعد اتغدى يبقى انا قاعده رايقه، هيبقى طبقين الغدا اللي انا اتغديت فيهم وخلاص. فسرعت كده الفيديو معاكم عشان متملوش مني، وغسلت مواعيني. ما خدوش مني اي حاجه، لكن لو كنت سبتهم لبعد الغدا كان هيتكون مواعين على مواعين وتبقى هيصه بقى وفرح مواعين. انتوا عارفين المواعين ما بتخلص. وهحمر بطاطس جنب الاكل ده وخلاص كده. بصوا بقى الحوض بتاعي مش حاساه، جبت السيخ ده قعدت انغص فيه كده، حاساه بينزل بالعافيه. فسخنت الكاتل فيه ميه سخنه، واحط زي ما انتم شايفين ده كربونات وكده، معلقه كربونات، واحط الكاتل وانزل الكاتل اللي فيه ميه سخنه عليه. حسيت ان هو بقى ايه هذا شويه كده. ادي المكرونه، حسيت ان هي عدبه فحطيت شويه ملح، وهي كانتش لسه استوت كده. خلاص الغدا بتاعنا. ادي القوانص، كانت طعمها حلو جدا القوانص بامانه. وكان زوجي جه جاب شيبسي معاه، وحطيت برضو الخضره اللي عندي. وادي المكرونه،
وادي حمرت بطاطس ومخلل اللفت اللي ما بستغناش عنه. وكده الفيديو بتاعي خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.